السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شايفين مسقعه بقى عملتها في الكيس الحراري، سهله جدا. بتنجان رومي طبعا، وبطاطس وفلفل وطماطم مقطعاها مكعبات، كله ده مقطعه مكعبات، وصلصه وتوم وبهارات ملح وفلفل وشطه طبعا، ده اختياري، بهارات الشطه يعني، وكمون طبعا، وكزبره ناشفه زي ما قلت لكم اهو. حطينا البتنجان والبطاطس كلها في علبة عشان نقلب المكونات كلها مع بعض. طريقتها سهلة جدا، هنعملها في الكيس الحراري النهاردة يا جماعة. سهلة وسريعة، لانه مش هتاخد معاكم وقت خالص. نزل بمكعبات طبعا، مش يعني لو حابين تحطوا فيها صلصة عادي يعني، اما لو مش حابين زي ما انتوا شايفين معايا اهو، ملح وفلفل وبابريكا وشطة وكمون وكزبرة ناشفة. هنزل بالمكونات دي بالبهارات دي على البطاطس والبتنجان والفلفل. عايزين تحطوا بقى فلفل كمان حراق حطوا، انا حطيت يعني، لو حابينها سبايسي. هنحط معلقة توم صغيرة ومعلقتين من الصلصة، وهنحط في الاخر خالص معلقتين من الزيت، اي زيت نظيف يعني، ما يكونش ليه ريحة. هي معلقة، وهحط معلقة تانية. زي ما قلت لكم، لو عايزين بديل ممكن تستبدلوا يعني المعلقتين الصلصة ده، ممكن تعملوا مثلا طماطمتين تخلطوهم في الخلاط، بدل ما يعني لو مش حابين تحطوا طماطم مكعبات، ممكن تستبدلوها بالطماطمتين دول، تحطوهم في الخلاط مع شوية مية صغيرين كده طبعا، وشوية سكر عشان الصلصة اللي احنا حاطينها برضو، يعني حاجة بسيطة، لا تذكر حاجة كده، ربع معلقة صغيرة من السكر. ابتدي اقلب المكونات دي كلها. انا قلبتها في علبة الاول قبل ما احطها في الكيس. هجيب طبعا اي طاجن بيدخل الفرن، هبتدي جبت الكيس، هبتدي انزل بقى. الكيس ده فيه احجام منه كمان، فيه صغير وفيه وسط وفيه كبير. ده وسط، فيه اكبر منه طبعا، تحفة جدا يعني. الكبير ده ممكن ياخد معاك لو عايزة تسوي فرخة كبيرة بتاعة الامهات دي، او بطاية مثلا. احلى حاجة ان هو بيسوي الحاجة بسرعة جدا، وعادي مش يعني متلوش، ان هو مبيتفاعلش مع الفرن يعني، زي ما هندخله زي ما هيطلع يعني كويس جدا. هبتدي بقى اسوي المكونات كده فيه. هجيب القفل ده، بيجي معاه، بيجي على حسب يعني عدد الاكياس اللي بتيجي في علبة الكياس. هنظبطه كده، وبعد ما نقفله هنفتح 3 فتحات من فوق. طبعا كل هدي تعليمات يعني، كمان كاتبينها على العلبة مبررة اهو. بعد ما قفلتها هبتدي بالمقص كده افتح 3 فتحات بسيطة، يعني بحيث ان البخار ما يكتمش ويحصل مشكلة، فاهمني؟ هبتدي افتح لها كده 3 فتحات، وفتحة تاني. وما تخافوش يعني، الفتحة دي بس تطلع البخار، لانه بدل ما تكتم البخار جواها ويفرقع الكيس. هندخلها الفرن ساخن بقى، هوريكم بقى بعد ما تطلع من الفرن. اهي بعد ما طلعت من الفرن، شايفين برغم ان احنا فاتحين الفتحة بس هو منتفخ من جوه، والحاجة استوت جدا. هوريكم بشوكة دلوقتي. البطاطس استوت والبتنجان وكل حاجة اهو، شايفين اتهرت مش استوت، وهي اصلا بيقعد نص ساعة بس في الفرن، مبيقعدش اكتر من كده. وهالبتنجان حلوة جدا كمان لو حد عامل دايت. يا رب. والسلام عليكم ورحمة